بالنسبه للقطعه 10 تداخل الاستثماري مع الخاص، ماذا يعني تصوركم في المستقبل يا ابو فهد؟ جميل. تداخل الاستثماري مع الخاص. جميل هذا السؤال. قطعة 10 تداخل الاستثماري مع الخاص، نحن نتحدث عن قطعة 10 في الفحيحيل. قطعة 10 و9 بعد. و10 و9 ايضا. طيب رد على شو نقول على الشهيد سعد راضي. طبعا اخوي الشهيد الله يرحمه، بالعكس هذا شيء يشرفنا، وعشان تكون بالصوره يعني ويعرفون الاخوان المشاهدين اي شخص يتقدم باسم سواء بالجهره بالفاحيل بالصباحيه بالفروانيه، بالعكس يعني هذا شيء نرحب فيه ونسعى فيه. شنو الآلية ابو فهد؟ الآلية لما يتقدم ابناء انا الان بجيك بقول ابي تسمون نعم شارع الفلاني، اختار الشارع. نعم اختار الشارع. طبعا انت لما تقول ابي الشارع الفلاني باسم فلان، طبعا وين اروح؟ نعلمك. لما يتقدم مثل الاخ الحين يتكلم عن الشهيد سعد راضي المياس، طبعا لازم يكون في سيره ذاتيه من كتاب من مكتب الشهيد وانه اسير وانه كذا وانه كذا، نكتب سيره ذاتيه. قدم الكتاب ابي مثلا في الشارع الفلاني. احنا ندز لاداره الاشاعات عند البلديه. يمكن الشارع هذا قبل الشخص مسمي. عندنا لا؟ فما يجوز بعد نسمي شارع على شارع، ما تصير. عشان يتاكدوا انه ما سبق يعني يكون طيب. عشان تكون الآلية صحيحة. طيب يمكن الاخوان بينهم يتفاهمون بينهم يقول خلاص شارع يعني هذا شيء راجع لهم هذا. طيب نقعدهم مع لجنه محافظه الاحمدي، طبعا اللي ماسكها اخوي مانع العجمي، وطبعا من الناس اللي يشرفون في المجلس اخوي مانع. فطبعا هذه الآلية بعد ما يخلصون من التسميات والاشاعات يخلصون يطلع قرار المجلس البلدي نبعثها للوزير سواء رفضت او استعمل الماده 14. احنا اي اسم نستعمل عليه الماده 14. اي اسم. مع ان الماده 14 تستعملها في اشياء ضار، احنا لا، ما دام هذا الوزير اي اسم احنا نستعمل الماده 14. كان بينكم تصادم قوي. ليش ترفض يا اخي؟ بعرف انا ليش ارفض؟ ما ابي ادور لي عذر ما في. مو شيء يعني يعيق البنيان ولا الهندسه ولا الناس شارع والله مصيبه يا اخي. جميل. ماذا عن تداخل قطعة 10؟ طبعا هو قفز على سؤال عندنا، لكن ما دام السؤال جاء من اخوي محمد. تداخل قطعة 10 مع الاستثماري مع الخاص. نعم. ايضا قلت 9. طبعا هذا 10 و9 مقدمها. انا كنت عضو مجلس بلدي سابقا، المجلس السابق. 10 و9 بيوت سكنيه، وطبعا كان القانون القديم في تجاوزات كثيره في البلديه، ما في استرداد للعماره وضيق السيارات، وصارت السكنيه زحمه عليهم، البنات الشاهقه يطل على الحوش وغيره، اشتكت المواطنين. فنظرنا ان على الاقل نحولها استثماري، لان الناس وين بيسكنون؟ فقالوا لنا الاخوان بالقانون، احنا ما درينا عن النقطه هذه التاليه بالقانون، قالوا لنا ترى الفاحيل دائما المنطقه جميع مناطق الكويت ترى اذا صارت 70% مو سكان، 70% مدارس صناعيه اسواق مرافق اكثر من السكان 70% تعتبر كل ابوها استثماري وتحول. وقدمنا الكتاب هذا للبلديه، والبلديه اعطتها مكتب يدرس البنيه التحتيه، صار له الحين 4 سنين. ما ادري شو الهدف فيها 4 سنين يدرس البنيه التحتيه. ايضا محملكم المسؤوليه وايضا يا ابو فهد ان انتم ما تطلعون في الاعلام وتتكلمون. تكلم والله يا اخي تكلم. قناه اليوم فاتحه لكم ابوابها ويعني اذرعها تقول لكم تعالوا. يعني حطوا الناس في هذا الامر. طيب خلينا نتكلم. انت تكلمت قبل شوي عن تداخل وما تداخل الفساد في البلديه. الواحد هو ذراعه. التاجر الان اصبح هو ذراعه، تاجر العقار اللي يقدر ياخذ في المنطقه الفلانيه. والله يا الفساد عندكم، الله يا الفساد عندكم. يعني صاحب سمو امير البلاد سابقا كان يقول قصدك ان البلديه اي لا تربط البلديه بالبلديه. اي البلديه، وانتم ايضا يعني الشق التشريعي او الجانب التشريعي مهم. الجانب التشريعي لا التشريعي وانتم زدتوا تهميشه بانه صمتوا. ما عندك تقصي حقائق، وبعدين عندنا لا حطيت تقصي حقائق وتابعنا كل موضوع. جميل. لكن بعدين تقصي حقائق ترفع الوزير بس. جميل. خلينا ناخذ انا وياك فايز العنزي رئيس جمعيه الشهداء والاسرى. حياك الله اخوي فايز. اعطونا الصوت شوي، ارفعوا لنا الصوت. اخوي فايز تسمعني؟ انقطع الاتصال. اذا بنتحدث ايضا في نفس التنظيم في البلديه، ما دام تطرقنا الى 10 قطعه 10 وقطعه 9، هذا يقودنا الى الحديث عن يعني الشوارع واللي تبنى والبنايات الاستثماريه اللي تبنى بدون ما توفر الاشتراطات. نعم. هذا ما يثير علامات استفهام ابو فهد. وين دوركم انتم كمجلس بلدي منتخبين؟ قصدك البنايات اللي مخالفه بدون ما تستوفي الشروط
طلعت وسوت زيادات وضيقت الشوارع وبدون مواقف، بدون اي شروط لم تستف فيها. زين. دوركم وين انتم كمجلس بلدي؟ من بدا قانون 5 2005 جيب لي عماره ما كانت فيها شروط لازم يكون في مواقف سيارات من قانوننا. هذه كلها بنايات قديمه مع المجلس السابق فيها اخطاء، واحنا تكلمنا فيها اكثر من مره، بس شلون نعالجها؟ والله انا اطلب لا يعني لكن في نقطه عشان ما يصير في لغط. حاليا قدمنا واحد يسوي له عماره، قلنا له في البلديه، قالوا له البلديه ترى لازم يكون جزء من بنايتك فيها مواقف سيارات، يعني 40 شقه لازم 40 سياره. زين؟ امنا بالله. لما نصوت عليها ونخلص ونطلع البنايه ياخذها صاحبها، هني البلدي يخلص موضوع، لكن تعال يا بلديه راجعت السرداب هل هو مواقف سيارات او اسواق عدل او مخزن معي؟ هني الرقابه الصحيحه في البلديه. ثاني شيء السرداب المفروض انك تفرض على البلديه، تفرض على المواطن السرداب مواقف سيارات ما يكون في ديكور ولا في تكييف، ليتات بس عشان يصير موقف بس فقط، عشان ما يستغله بعدين يحوله الى حولوه. فانا قاعد اقول هذا لب الموضوع على البلديه لازم تكون في رقابه. انا باخذ كلام رئيس المجلس البلدي ووجهه الى رئيس لجنه المرافق في مجلس الامه نائب الدكتور فيصل مسلم والمقرر احمد مطيع، النائب احمد مطيع وبقيه نواب المجلس الامه، اقول لهم حققوا في هذه، افتحوا ملفات البنايات اللي زادت وطلعت بدون ما تستوفي الشروط، في رائحه نتنا نشمها من هذا الجانب، افتحوا لنا الملفات. وبعض هاللي يبابون ويتكلمون حاطين عايشين في ادوار الوطنيه، افتحوا ملفات هذه تجدون اسمائهم فيها. شلون قدروا يمشونها؟ شلون قدروا يمشونها؟ قروا آية الكرسي على البلديه ومشت. في امور بعض الناس اثرى ثراء فاحشا يجب ان يتم التحقيق في هذا الجانب. ناخذ فايز العنزي قبل ان نطلع فاصل. فايز العنزي رئيس جمعيه الشهداء والاسرى، حياك الله اخوي فايز. حياك الله ابو سلمان، يا هلا ومرحبا. يا مرحبا، تفضل. ابو سلمان اشكرك اول شيء على اثاره الموضوع، موضوع تسميه الشوارع باسامي الشهداء، وارحب بالاخ زيد عايش العازمي رئيس المجلس البلدي. حياك الله. انا سمعت لكلام الاستاذ زيد، بس مع الاسف يؤسفني ان اقول كلام الاخ زيد ما كان دقيق كثيرا. جمعيه اهالي الشهداء اعلنت اكثر من مره من خلال الصحافه ومن خلال اقتراح مكتوب قدم للبلديه سنه 2007 وأعيد تقديمه سنة 2008 مكتوب، وأعيد تقديمه سنة 2009 وأعيد تقديمه سنة 2010 لمدة 4 مرات إلى الجهاز الإداري في البلدية وكذلك إلى المجلس البلدي. مع الأسف هذا للبلدية وللبلدي؟ لا للبلدية والبلدي، لا للبلدية، للمدير عام البلدية الأخ أحمد الصبيح. وبنفس الوقت هذا طبعا هذا الاقتراح لم يلقى، يعني ما أقول لم لقى رفض أو قبول، لم يدرك حتى. تم بعدين لوحظ ان الاخ زيد عايش بنفسه قدم اقتراح بتسميه احد شوارع المنطقه عندنا في منطقه هديه باسم احد الشهداء. اي منطقه؟ في منطقه هديه، وهو يعرف الاخ زيد هديه الان. نعم، وهذا شهيد عزيز من اسره محترمه كلها كل التقدير والاحترام، ولكن انا شخصيا بصفتي رئيس للجمعيه وجهت له رساله احتجاج واعتراض، واعتقد الاخ زيد يعلم ان الرساله هذه وصلته، وقلت له يا اخ زيد ان تسميه شارع معين باسم احد الشهداء يعتبر تفرقه بين شهداء الكويت. لا يجوز باي حال من الاحوال تسميه شارع، لانه يعرف زيد عايش العازمي واللي نحترمه وهو استاذ كبير ورئيس مجلس بلدي، والشهداء الثانيين لا يتم التسميه باسمائهم. اذا يجب ان تكون المسطره واحده بدون اي تفرقه بين اي شهيد. انا احترم كل شهداء الكويت لانهم كلهم واحد وكلهم قدموا ارواحهم فداء. جميل، خليك معي عشان نسمع رد ابو فهد اذا عندك تعقيب عليه. طيب اول شيء بس عليك اخوي فايز، جزاك الله خير على المداخله الطيبه، وهذا طبعا شيء طيب ويفيدني بعد احيانا الكلام هذا. انت لما تقدمنا احنا في الشهداء انت قدمت للمجلس البلدي ولا البلديه؟ لا للبلديه، للجهاز الاداري. طيب انت يا البلديه 2007 2008 2009 ايش سوت؟ 2010 ما سوت شيء، يقول حفظ. لا ايش سوت على اساس احنا نخصص الموقع اللي انت تبونه او الامور هذه؟ ايش سوت البلديه؟ ما سوت شيء، انا ما وصلنا شيء. طيب عفوا، اثرت الموضوع هذا وكلمتني عن الشهاده. طيب ان اذا انا من 2007 الى 2009 والبلديه مي راضيه تطلع الموضوع لكم نهائيا، حتى لكم انتم مو راضيه، فشنو الحل برايك؟ الحل انا اقول لك، انت الحين اعلنت جزاك الله خير
وقلت ان احنا خاطبنا مكتب الشهيد وما في. احنا الحين احنا كجمعيه نضع كل امكانياتنا معاك. نعتبر الان وعد على الهواء قدام الاستاذ بالعكس محمد وشيحي. بيض الله وجهك، شيء يشرف. وهذا اللي احنا نثق فيك استاذ زيد. احنا نقدم لك اقتراح مكتوب بصفه قانونيه وبصيغه قانونيه ونقدمه لك في الجمعيه في مكتبك كرئاسه مجلس بلدي، ونتمنى انه ياخذ حقه من الدراسه. وانا قعدت مع الاستاذ الشايع قبل 4 اشهر وقدمت الاقتراح حقه، بس يعني الله يوفقه الاخ شايع الان اصبح الله يوفقه يعني عضو في المجلس البلدي. الاخت اشواق المضاف قدمت لك سؤال مكتوب استاذ زيد. نعم. قدمت لك سؤال مكتوب ونشر بالصحافه بعد ما كلمناها. إيه؟ ومع الاسف السؤال هذا ما لقى اجابه من الاخت اشواق على سؤال الاخت اشواق. عموما احنا عيال اليوم استاذ زيد نتمنى الان في هذا البرنامج المحترم بمدير الندوه المحترم الاستاذ محمد الشيحي اللي نحترمه ونقدره وندري انه يطرح القضايا الوطنيه اللي هو يثق فيها. احنا الان نطرح عليك هذا الشيء ونبي منك الان تعاون على الهواء. احنا راح نقدم لك الاسبوع القادم راح نقدم لك الاقتراح المكتوب بتسميه الشوارع. وليعلم الاستاذ محمد الشيحي والكلام موجه لك عشان تعرف استاذ محمد، احنا نزلنا السقف من تسميه الشوارع عشان يعرف الشعب الكويتي. ترى احنا لما نقول تسميه الشوارع ما نقصد الشوارع الكبيره، نقصد الجادات التي امام البيوت التي استشهد بها هؤلاء الابطال. احنا نتكلم عن جادات، والجاده مثل ما الكل يعرف من 30 الى 50 متر استاذ محمد استاذ زيد. احنا ما قاعد نقول سموا شوارع رئيسيه، نقول الشارع رقم كذا، جاده رقم كذا بين قوسين الشهيد فلان الفلاني. واقل مما قدموه يعني اقل. فايز العنزي يعني حقيقه احييك يعني اولا رجل محامي، كونك رئيس جمعيه الاسرى والشهداء، محامي ناجح لقضيه ناجحه يا فايز العنزي. انا اللي اطلبه منك يا اخوي فايز ان تضعنا بالصوره بعد ما ترفعوا الكتاب لرئيس مجلس البلدي، بعد ما ياتيكم الرد من رئيس مجلس البلدي سواء اتاكم الرد او لم ياتيكم الرد، تضعونا بالصوره وسنكون على اتصال دائم بزيد عايش العازمي. الف شكر لك فايز العنزي. باخذ منك الاجابه عشان قبل اطلع فاصل. طبعا انا اشكر اخوي فايز، بالعكس والله اتمنى ان كل واحد عنده مثل الموضوع هذا يا اخي. انه انا الحين يقول لي 2008 2009 2007 يعلم الله اني ما عندك خبر. والله ما اعلم عنها ان البلديه موقفتها. فاحنا نتكلم عن موضوع ثاني. انا قاعد اقول اخوي فايز من هذه القناه، وانا واثق في اخواني الاعضاء مجلس البلدي. قدموا لنا اقتراح، شنو الصيغه بتسوونها؟ نقعد معاكم احنا نطلبكم، تمام؟ ومستعد نحط لجنه خاصه على الشهداء يقعدوا معاكم يعطونهم افكارهم، نطلع في صوره صحيحه. وبيض الله وجهك، وشيء يشرفني والله. مش بس مستعدين يجب هذا يعني. نعم. هذا يجب ان يكون من اولوياتكم. نعم. ابو فهد. نعم. اذا قبل اطلع فاصل انوه لاخوي فايز ان هذه القناه مفتوحه لكم. امر مثل هذا الشهداء مرتبط بالشهداء والاسرى او اي شيء له علاقه بالوطن، القناه مفتوحه لكم. حطونا بالصوره، قولوا والله رحنا للجهه الفلانيه وكانت عائقا امامنا، رحنا للجهه الفلانيه ووقفت ايضا عائقا امامنا، وهذه سهلت وهذه ما سهلت، عشان نكون داعما اعلاميا لكم. القناه مفتوحه ابوابها يا فايز العنزي رئيس جمعيه الشهداء والاسرى للجمعيه ولفعاليه الجمعيه. تبي تقول كلمه قبل؟ بضيف شغله. لما يقول قدمت المهندسه اشواق وكذا، هي تقدم باسم الرئيس، بس الرئيس يرفع حق الوزير، ما جاه رد لحد الان. ما تقدم الرئيس يجاوبها. عن طريق قناتك يعني. لا هم فاهمين انك سالت الرئيس رد عليها. لا، الرئيس لما تقدم له عضو، لا هذا بروتوكول اللي صار عندنا النظام القانون. لما تقدم سؤال للرئيس على اساس الرئيس يوجه للجهات المختصه، الوزير او المدير العام. هذه نقطه. النقطه الثانيه يحق الرئيس فقط انه يسال الوزير بروحه، او انه يسال. طلعت مره في القنوات في تويتر الظاهر شلون الرئيس يسال نفسه. احول انا باسمي انا الى المجلس عشان ابين الاعضاء راح اسال الوزير. النقطه هذه كانت فيها هيئه الغذاء اللي صارت. احنا نتكلم عن الغذاء الفاسد، وهذه نبي لها بس برواء بعد الفاصل. وانا اشكر اخوي فايز، وترى انا قاعد اقول قدم الكتاب وابشر والله بالفزعه، وبالعكس يشرفنا اشياء والله يشرف. طبعا الاقل ما يمكن انه يقدم من البلد للشهداء والاسرى. بعد الفاصل سنفتح ملفات كثيره مع رئيس المجلس البلدي، منها الاغذيه الفاسده. ابقوا معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم نور على الدرب. قال الله تبارك وتعالى: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. برنامجنا منكم وإليكم يهدف إلى الحقيقة من خلال الوحيين، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نور الله قلوبكم بالإيمان، وألسنتكم بالأذكار، وجوارحكم بالتقوى والطاعات. وضيفنا هو رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي. وفقط للتاريخ عشان يعلم المشاهد ويعلم المواطنون، الحكومة السابقة من 2007 2008 2009 2010 4 مرات جمعية الشهداء والأسرى تتقدم بكتب إلى البلدية. الحكومة السابقة لم توافق على تسمية الشوارع بأسماء الشهداء. عشان تعرفون فقط كيف كانت تتعامل الحكومة السابقة مع يعني هذه الأمور. يعني وصلتني رسالتين تقريبا فيها نوع من الغضب، يقول مو معقولة الحكومة تتعامل بهذا النوع. أيضا رئيس المجلس البلدي عنده يقول بضيف لنقطة إضافية على هذا الجانب قبل أن نطلع من الموضوع، لأن عندي مواضيع ملفات أخرى أبو فهد. طبعا احنا نتمنى من أخوي فايز المساع رئيس جمعية الأسرى والشهداء جزاه الله خير أن يستعجل هذا الكتاب حتى نقوم للناس الشهداء اللي عطوا أرواح، وهذا قليل في حقهم. النقطة الثانية في موضوع كان طبعا هذا لازم يكون مفهوم الناس واضح، وأتمنى من الوزير حاليا أنه ما تطبق هذه الأمور. إذا طبقت معناته ما في شفافية بين الوزير والمجلس البلدي. لما يتقدم اقتراح، أي اقتراح يجينا من أعضاء مجلس البلدي أو من أهالي مثل أخوي المياس أو غيره، لما يتقدم باقتراح للبلدية لا تعطي أمر شفوي نفس الوزير السابقا، لا تدز أي اقتراح حق المجلس البلدي اللي يجي كتاب من مجلس الوزراء، وهذه ناقشت فيها يعني المجلس الوزراء هو اللي يحدد الاسماء. نعم ما يجوز. فشلون احنا الآلية هذه في اساس اقول للدكتور فاضل صفر ان المجال متاح امامك، اذا عندك رد او تعقيب سواء اليوم او في وقت لاحق راح نذكر تعقيبك اذا كان عندك تعقيب. لا طبعا كلمت المدير العام، أنا قلت له ليش ما تدز اسامي؟ قال جاني امر شفوي. قلت شنو شفوي؟ وين احنا قاعدين شفوي؟ في قرار عندك مجلس البلدي تعطيني الاسامي عندك، لحد الان قابع في ادراج المدير العام، اتكلم بكل صراحه انا. واذا ما نصفنا الوزير حاليا خلاص يا اخي اجل ما في تعاون بين المجلس البلدي وبين الوزير الجديد. ما تلجؤون للشكوى حتى لو وديا الى لجنه المرافق في مجلس الامه؟ لجنه المرافق اتمنى ان كانوا جادين معانا في انصاف المجلس البلدي انه ينسف هذا القانون كله. جميل. ويرجع على المجلس الصحيح. هذا الملف يجب ان تسلط عليه الاضواء. خلينا ندخل في ملف اخر، ملف الاغذيه الفاسده. امتلأت الكويت قبل فترة بأطنان من اللحوم الفاسدة، الدواجن الفاسدة، من الأجبان الفاسدة، كل شيء فاسد. مو بس الحكومة، كان حتى ما يدخل بطون الناس فاسد. دور المجلس البلدي
أنا أتحدث الآن مع رئيس المجلس البلدي، دوركم ايش سويتوا؟ دور المجلس البلدي لما بيشرع أو بيتكلم في هذه القوانين، يلقى القانون لازم أول شيء مجلس الأمة يقررون اللائحة تغليظ العقوبة على هذا التاجر. العقوبة حاليا المعمول فيها حاليا في الأغذية الفاسدة، سواء دخل 200,000 400,000 دينار كويتي بضاعة غرامته 1000 دينار، يعني غرامة ثابتة 1000 1000 دينار. لا، وما يعملون فيها بعد 1000 دينار. يعني بعد. شنو العقوبة هذه؟ هلا بجيب لا كررها عشان المشاهد يعرف، لا، كأنها دعوة للتجار الجشعين دخلوا لحوم فاسدة. لا، أي واحد على ذمة رئيس المجلس البلدي، سواء كانت الحمولة ب100,000 قيمتها أو 400,000 أو 200,000 اللي هو الغرامة 1000 دينار، واحتمال بعد ما تدفع. لا، وبقول شغله بعد معينه، هو بالصحف بعد لما تسال مدير البلديه قدموا اسئله من الاعضاء، منهم اخوي مان العجمي وغيره جزاهم الله خير، كم الكميه ضبطوها؟ قال ما عديناها، بس نتوقعها بعين مجرده. هل هذا يعقل؟ توقع اللي لقيتها بعين مجرده؟ عطني ارقام فيها، ما في. فهذه مسؤوليه بالدرجه الاولى، مسؤوليه اعضاء مجلس الامه، لازم يغيروا قانون اللوائح الغرامات وتطبيق عقوبة من غليظة. يدخل اللحوم الفاسدة. نعم، لازم يطالبون فيها، لازم يتكلمون فيها بعد. شنو دوركم انتم؟ الى الان ما قلت لي شنو دوركم كمجلس بلدي؟ ما عندنا دور في الموضوع. رقابة تشريع عايشين. اسئله ما قدمنا اسئله، كل شيء جاتكم اجوبه؟ يجيك الجواب والله احنا مسكناهم ونحولناهم التحقيق. يا رجل انت مو قاعد تطبق اللائحه. انت رجل عندك يا الوزير بالذات عندك اصلاحي، وبعدين يربطون دائما التجاره معه، دائما في الموضوع التجاره. الموضوع اصلا في الاغذيه بالذات المستورده مربوط بالدرجه الاولى بين البلديه وبين منو؟ الصحه. البلديه تاخذ عينه من التاجر وين توديها؟ الصحه. طبعا احنا نتكلم على مختبرنا 800,000 سنه او 900,000 سنه، يعني ما تطورنا حدا، ما عندنا خير ونعمه. ترى لو حاطين لابتوب خلصوا العينه في يومين، لكن يقول قعدت اسبوع. توعدنا ابو فهد ان تصورون لنا مختبر البلديه وتعطونا صور منه، ولا كل اللي يعرضها هني عشان الناس يعرفون وين تروح الاموال الودائع الايداعات المليونيه، وشنو اللي ناقص عند الحكومه. طبعا المختبر ما تطوره. كذا مره اسمع هذه الشكوى ان مختبر البلديه سيء، ومن قبل الطوفان. احدهم قال لي هذا من قبل طوفان نوح. نعم، لا في كارثه مصيبه جدا، وهي لب الموضوع اللي قاعد اتكلم فيها حاليا، عشان يعرف المواطن شو اللي يحصل فيه. التاجر نقول لك في التجار لا والله بيض الوجه نزيهين ونظيفين، لكن بعض التجار جاب لهم مواد من المواد هذه واخذوا عينه البلديه، وراحت العينه حق المختبر، تنطر اسبوع صح؟ نبي نقول اللي حاصل ان الموظفين هذول يتعاطون الرشوه وطلعوا البضاعه. عدل؟ فرضا وصارت وانت وزير وراح صارت مسكتوهم يعني, لا او عرفتوا؟ الحين قاعد يحقق معاهم، قاعد يحيلوا النيابه، لكن احنا نتكلم انا ما اتكلم عن الموظف على اداء او على سلوكيات، انا اتكلم على الماده. طلعت الماده هذه حق الاسواق، وراحت الاسواق وجمعيات وغيره، و70,000 شريحه، هذا ياخذها حق مزرعته، هذا ياخذها حق حديقته، هذا ياخذها عياله، كيفه؟ الماده بعد اسبوع طلعت انها فاسده. شو تسوي الوزير؟ بعرف ابى احيلهم النيابه، وعلى كيف تحيل النيابه؟ الماده بوقفها انا عند الشعب، شو اسوي فيهم؟ في ماده 27 لما يرجع بس ما طبقها، وتكلم فيها الجاسر، كان مستشار ورجل نظيف، احال انا رجال عارف القانون، وكان شاهد له رئيس وزراء سابقا سمو امير البلاد حفظه الله، كان رئيس وزراء، كان يشهد الموضوع هذا، رجل نظيف القانون. قال له يا اخي عندك ماده 27 فيها ماده يحقق اتخاذ التدابير الاحترازيه. شنو التدابير الاحترازيه؟ التدابير الاحترازيه اني اخذ الماده هذه واعلنها في التلفزيون، في الجرائد، ونبه عشان الناس ما ياكلون وما يتعاونون. يا اخواني عنده كميه منها سواء من اسواق غيرها، ترى هذه الماده فيها كذا، وحنا محيلين الموظفين للنيابه. ولا هو حمل قيمه القنوات وقيمه الصحف على هذه الشركه. ما شفناها. دبي، احنا ما نبي نروح لاوروبا، دبي كل شيء تسويه ممكن يروحون ويجون فيه الاغذيه الفاسده، او تدخل شامبو فاسد، او صابون فاسد، او اي شيء يتعامل معه الانسان مباشره، تدخله عندهم في دبي مالك غفاريه.
مالك غفاريه. خلينا ناخذ اتصال من الدكتور محمد دواير. حياك الله دكتور محمد. حياك الله استاذ محمد، قواكم الله واشكركم على اللقاء مع رئيس المجلس البلدي. والامانه اتمنى من زمانها يعني تستضيفون اعضاء المجلس البلدي، لان فعلا جزء مهم من استثمارات البلد وتنميه البلد بيد المجلس البلدي. انا الامانه النقطه اللي بطرحها وبتكلم فيها باختصار بالنسبه للجان الفنيه داخل المجلس البلدي، وين دوركم في الكرات الخضراء؟ الان العالم كله متجه على المدن الخضراء والتنميه الخضراء. وين دوركم عفوا؟ عن انشاء المدن الخضراء. الان ما شاء الله قاعد نشوف المدن الخضراء. المدن الخضراء انا يمكن المدن الخضراء يبي لها شرح شويه، ولكن احنا نقصد المدن الجديده اللي قاعد تطلع وقاعد الصوت غير صافي يا شباب، حاولوا تصفوا لنا الصوت. حاول انك تتكلم بابطا شوي عشان الصوت ما ادري، يمكن الخلل في التليفون. انا بالنسبه لي صوتكم واضح استاذ محمد. ايوه الان واضح صوتك، تفضل. اي انا طرحنا اقمنا مؤتمر بجامعه الكويت، وحضر المؤتمر مجموعه من اعضاء المجلس البلدي، ناقشنا في المدن الجديده اللي قاعد تطلع بالكويت. الان ما شاء الله الاراضي الجديده والمدن الجديده، وين الواقع؟ وين كودات البناء الخضراء اللي كل مره قاعد المجلس البلدي يوعدنا فيها؟ تقصد مساحات خضراء في هذه المدن الجديده؟ لا العفو استاذ محمد الشيخ، يمكن هذا الالفاظ هذه شوي فنيه، ولكن هم يمكن استاذ زيد يعرف شنو نقصد المدن الخضراء. المدن الخضراء مدن مستدامه، هي يعني شايله نفسها بنفسها، تنظف نفسها بنفسها، مو بالطريقه التقليديه. المدن اللي قاعد تطلع الان سواء صباح الاحمد او مشروع الخيران الضخم او تقريبا بكل مكان قاعد نشوفه، لا زلنا قاعد نفكر ونتعامل مع الاسكان وتصميم المدن والمباني بالشكل اللي كان بالخمسينات والستينات. العالم الان تطور، انت ما تحتاج كل هالخدمات. المفروض المباني نفسها، الشوارع نفسها تكون مصممه بطريقه بحيث انها مستدامه صديقه. هذه ايضا لها علاقه الهيئه العامه للزراعه دكتور، يعني كونكم متولين هذا الامر. إيه؟ لا هي يعني ما هو موقف الهيئه العامه؟ استاذ محمد، كودات البناء هذه اختصاص المجلس البلدي. كودات البناء هذه اختصاص المجلس البلدي، وانا اعتقد موجود عندهم لجنه، ولكن اللجنه اللي مختصه بالكودات الوطنيه الكويتيه ما قاعد تعطي للحين، ما شفنا منها او عملها ما اثمر على ارض الواقع. فهذا شيء مهم جدا. شكل المباني الخارجي ايضا هذه مسؤوليه المجلس البلدي. طيب سؤالك دكتور عشان نوجه مباشره. انا سؤالي اللجنه الفنيه المختصه بكودات البناء الخضراء شنو دورها؟ وين وصلت؟ الى متى واحنا قاعد نطالب فيها وما قاعد نشوفها على ارض الواقع؟ يعني كل المباني الان المبنى لما يطلع ويترخص لازلنا قاعد نطلب نفس الطلبات اللي بالخمسينات والستينات. الان العالم تغير، المبنى لازم يكون جرين، اخضر، عنده مواصفات شهاده خضراء، صديق البيئه، يحافظ على استهلاك الطاقه، يوفر استخدام الطاقه، يقلل من المخلفات اللي يرميها السكان، وبالتالي في اشياء كثيره نبي نشوفها. الان اللي قاعد يبدو ان الامور يعني او الكتب التي تاتي الى المجلس البلدي الداخل مفقود. شكرا لك دكتور محمد وائل، شكرا الف شكر لك. بماذا تعلق على كلام الدكتور محمد؟ لا اللجنه الخضراء يعني يقول بها مدن خضراء، يعني قصدك التشجير؟ لا مباني صديقه للبيئه. اي طيب، اختصاصات المجلس البلدي عشان تكون بالصوره اختصاصات تخصيص الاراضي فقط. زين؟ لما يكون الموضوع هذا مدروس من اللجنه الفنيه اللي هو جهاز التنظيم، الجهاز الفني مال البلديه، دور المجلس البلدي يخصص الاراضي، ولكن لما يتكلم عن موضوع مثل الموضوع هذا يجلس مع البلديه يقول له في بعض الامور يعني تكون فيها مناطق حضريه ونقدم احنا اقتراحاتنا، ولكن اول باول هذا راجع للجهاز الفني. اي ما لكم علاقه فيها. احنا نتخصص الموضوع هذا، لكن اللي صاير في المجلس، اللي صاير مع المجلس البلدي وحاليا، ومثل ما قال مدينه صباح الاحمد، احنا خصصناها ان ما تبنى اي وحده سكنيه الا بعد ما تضع الشوارع والطبيب والارصفه والمغافر والدنيا كامل المرافق كامله. احنا قاعد نشوف العكس، لكن ما نختص فيه. احنا خصصنا لك الارض وحطينا شروطنا، بس هل اللي عملوا ما تراقبون بعدين؟ ما عندكم جهاز يراقب ولا لجنه ما يراقب؟ لا، هذه الاسكان وضعناها خاصه، اخذتها اسكان واشتغلت على شروطنا. ولكن اللي قاعد يصير حاليا في صباح الاحمد، يمكن صارت ندوه عندنا يمكن ايام انتخابات،
قال يا اخي احنا شلون بنجي المنطقه؟ لا عندنا طبيب، لا عندنا جمعيه، مي قائمه مرافقها العامه، والناس الان يبنون فيها، وهي من اولويات شروط المجلس البلدي. جميل. اذا نقول محمد، الدكتور محمد، ان المدن الخضراء اللي طرت اللي البنايات الصديقه للبيئه يروحون يتوجه فيها الدكتور محمد الى البلديه وليس الى الجهاز التنفيذي. نعم هو اللي قاعد يحدد الموضوع هذا ويدرس له دراسه كامله ويشوف اراء المجلس البلدي. ما نشوف احنا فيها شيء، المعاملات قاعد يحطونها عليه. اذا كنا يعني قبل قليل كنا بنمر على بعض اعضاء مجلس الامه الذين تحولوا او ترشحوا في مجلس الامه وكتب لهم النجاح والتوفيق، وكنا سنذكر اسم النائب شائع الشايع. الان النائب شائع الشايع معنا على الهواء وعلى الهاتف. حياك الله سعاده النائب. يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله. يعني استاذ شايع، الولد شو اسمه؟ عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن، يعني انت من اهل البيت البلدي وانت تعرف تفاصيله. الان انت هناك في مجلس الامه حيث القرارات النافذه اذا حصل على الاغلبيه اللازمه. بماذا تعد الناس وبماذا تعد رئيس المجلس البلدي وبماذا تعد اعضاء المجلس البلدي كونك عضوا الان في البرلمان؟ نعم، اول شيء احييك واحيي اخوي وزميلي واستاذي زيد عايش رئيس المجلس البلدي، اللي تعلمنا منه الكثير من الخلق ومن اشياء كثيره الله يعلم في هذا. واليوم بالذات انا مع اخواني وزملائي اعضاء مجلس الامه كنت اناقش تعديل قانون 5/2005، وانا يعني في برنامجي الانتخابي كان احدى البرامج كان هو الهاجس الكبير اللي عشناه انا وزملائي اخواني واخواتي اعضاء مجلس البلدي، اللي هو قانون 5/2005 اللي مع الاسف الشديد وضع اخواني واخواتي الاعضاء، ما ابي اقول كتف الاعضاء، ولكن كتف، لا فعلا كتف الاعضاء، وضعت ايديهم خلف ظهورهم. ابو عبد الرحمن، احنا ما نبي عفوا ما نبي نخرج بهذه الكلمات والله يا استاذ محمد ولكن يعني هذا اللي حصل وياي انا شخصيا، وهذا اللي خلاني انا اليوم بالمجلس اتكلم مع اخواني الاعضاء وانا جاد بان لازم يعدل هذا القانون، وان لا يعني ارغب بتعيين من الحكومه وارغب بتمثيل 20 نائب من الشعب وليس في تعيين من الحكومه. هذا خليني اسالك جزئيه ابو عبد الرحمن عشان نكون في الصوره. هل انت عضو في لجنه المرافق؟ لا. اها، بس يعني انت من اول الناس فيها. انا من الشؤون الصحيه طال عمرك. دخلت فيها، وهي طبعا من اختصاصي في المجلس البلدي، وطبعا اخواني احنا يعني ما باي لجنه من اللجان يعني راح نكون تنسيق ما بيننا، وكان في بعض الاخوان استعدوا معي ان شاء الله لتعديل هذا القانون، وطبعا راح يشرفوني اخواني وزملائي اعضاء مجلس البلدي في اللجنه ان شاء الله، وراح نناقش تعديل القانون. حطونا في مواعيد مواقيت ابو عبد الرحمن، متى راح تجتمعوا وياهم؟ نبي نفعل دور هالمجلس البلدي الذي قتل وهو حي. نعم والله صحيح. يعني تقريبا خلال اسبوع 10 ايام، خلال اسبوعين راح تلتقي مع رئيس واعضاء مجلس البلدي عشان تراجعون صيغه القانون 5/2005، هذا القانون طبعاً يعني السيء. إيه طبعا احنا عندنا قوانين اخذت اولويات الان، القوانين اللي راح تصدر ان شاء الله، ولكن احنا بالبال قانون 5/2005 يعني انا عقب ما تكلمت مع الاغلبيه، احنا نتكلم مع الاغلبيه البرلمانيه عندنا، فابدوا استعدادهم ان شاء الله، ولكن بعد عندنا 8 قوانين يعني منها واهمها وهاجسنا الكبير هو الذمه الماليه، ومن اين لك هذا؟ يعني انا واحد من الناس اللي وقعته من اوائل الناس مع اخواني وزملائي اعضاء مجلس الامه، ولكن اوعد ان شاء الله، ولو ما في وعد بيننا، ويعلم اخوي زيد عني انا من هو شايع الشايع لما يقول كلمه راح يتم فيها ان شاء الله داخل مجلس الامه، فباذن الله تعالى يعني انا حريص على تعديل قانون 5/2005 لاعطاء الحق لاصحابه. عندنا يعني مع الاسف الشديد ناس اكفاء، عندنا مهندسين، عندنا دكاتره داخل هذا المجلس، ولكن مع الاسف الشديد ياتيهم حاجز وهو وزير البلديه. اي قانون
قانون او اي تعديل عندهم باللائحه. جميل. مشاريع كثيره مع الاسف الشديد كنا نواجه فيها داخل هذا المجلس، ولكن نصطدم في ماده 12 اللي اعطت الحق لوزير البلديه ان يعترض او يوافق بدون ذكر الاسباب، ومن حق اعضاء مجلس بدون ما يذكر الاسباب. ابدا. هذا قانون 5 يعني مسؤولية تغيير هذا القانون ملقاة على يعني عاتقك أبو عبد الرحمن، أنت وزملائك نواب مجلس الأمة. هل من شيء تضيف أبو عبد الرحمن؟ والله أنا يوم شفت زيد أخوي زيد حاولت إني أتصل، مشتاق له يعني عسى الله يوفقهم وعسى الله يعينهم. خلني أقول لك هم لا يمشي داخل مجلس الأمة إن شاء الله. خلني أقول لك أجل كلمة، دار الحديث عنك كذا مرة في الدواوين، شايع إلى أي اتجاه إلى أي جهة. قلنا لهم إن شاء الله، يعني أحد الحاضرين قالها والأيام أثبتت، لكن لأنك قليل التصريح قليل الظهور في وسائل الإعلام، نبيك على يوم إن شاء الله في يوم من الأيام تكون ضيف هنا وتجلس مكان أبو فهد عشان تضع بعض النقاط على الحروف. الناس إلى الآن بعضهم ما ملأ إيده حيل من مواقف شايع وين بأي اتجاه. الناس الآن بدأت تتضح مواقف شايع وبدأ الناس يطمئنون يقول الحمد لله أن شايع من كتلة الأغلبية واللي يمشون في هذا الاتجاه. شكرا لك أبو عبد الرحمن، وبتوفيق الله عندك مسؤولية تغيير هذا القانون، حاول أنك تتبناه. ألف شكر لك أبو عبد الرحمن. أرجع لك، تبي ترد عليه؟ لازم طبعا. أول شيء الزميل السابق، نعم، ورفيق دربي وذراعي الأيمن بيض الله وجهه أبو عبد الرحمن. وابو عبد الرحمن حتى لو قلت اداء قليل، فالرجل كلمته كلمه رجل تصريح. انا اقول تصريحاته نعم. مش اداء، نعم. تصريح. لكن يعني شهاده في حق هذا الشخص، وانا اقولها سواء من كنت رئيس انا وياه ونائب الرئيس لحد الان. الشايع مبدأه واحد، صادق نظيف قلب، يعلم الله، ما اقولها عجامل، صادق ويستاهل الخير. وعلى دليل على ذلك انه يعني عارف ان القانون هذا متعب، وهو الحين في لب القانون التشريعي راح يناصر اخوانه. وانا ما اقول الا نيابته عن اخواني اعضاء مجلس البلدي، بيض الله وجهك يا ابو عبد الرحمن. يستاهل البيضة. طيب، وقليل منك هذا يا ابو عبد الرحمن، بيض الله وجهك. يستاهل البيضة. لا، بدأ الناس الآن يطمئنون لأبو عبد الرحمن، مثل ما قلت قبل قليل كان في تساؤلات حول مواقفه، لكن بدأ الناس يطمئنون. الحمد لله. الزحمة المرورية يعني لنا حق البكاء الآن، وللمشاهد الحق في البكاء. الزحمة المرورية نحملها المجلس البلدي ولا البلدية ولا الأشغال ولا التخطيط ولا المرور، ولا من نحملها؟ ضاع ويعني دمها تفرق دمها بين قبائل الوزارات. لا، ما يضيع. دوركم انتم. زحمة الشوارع انا احملها وزارة الداخلية، ما عليك. مباشرة. لأن الدورة المستندية عندي، الدورة المستندية عندهم متعبة جدا، عشان يجلسون جلسات يوقفوا على الشارع. هل هو طبعا امور مختصين فيها، الهندسة مالت المرور مختصين فيها. يعني معقولة تقدم لي باقتراح ما راح يعرضني عليه الجهاز التنفيذي؟ هو وزارة الاشغال ما لها شغل، والخدمات الباقية ما لها شغل. الموضوع لب موضوع المرور، المجلس الأعلى. نعم، ما المرور. المفروض أنه يستعجل في هذه المداخل والمخارج، هذا الصحيح. جيد. هذا بالنسبة للمرور. نعم. خلينا نحلم شوي أيضا ونحلق الخيال. ماذا عن المترو؟ ماذا عن سكة الحديد؟ القطار؟ طبعا القطار عشان تكون بالصورة، القطار خلصتوا دراساتها يعني من الآخر؟ لا ما خلص دراسات. الكتاب جاء من المواصلات أنهم راح يعطونا فكرة، وراح نتكلم عن القطار والأمور هذه كلها. قلنا احنا مبدئيا في المجلس البلدي موافقين، على طول موافقين، لأن احنا نبي التنمية حق ديرتنا، ما عندنا مشكلة. بس انتم على اساس ان احنا موافقين، اعطونا مخططات، خلينا نشوف هل هو على البحر، هو على البر، هل هو مكانه، اعطونا دراسة كاملة فيها، وحنا مبدئيا موافقين. والله اتوقع ان يعني بس عاد ان شاء الله يجيبوا الدراسة ان شاء الله. انا متفائل ان المترو راح يخلص ان شاء الله مباشره بعد ما يخلصون الشارع اللي مقابل مضخه المنقف، تعرف الشارع اللي مكسر ذاك. متى ما خلص هذا ان شاء الله راح يفتح. بس ما قالوا المضخه قصدك؟ لا موافقين عليه. اللي مقابل المضخه المكسر ذاك اللي يرتع بالسياره. الله يعين الله يعين. جميل. شركات النظافه، الكلمه الدائره والدارجه بين الناس، شركات النظافه اصبحت شركات توسيخ، ما بيقول وساخه، توسيخ الشوارع. بماذا يرد رئيس المجلس البلدي؟ انا قارن النظافه مع الاغذيه الفاسده. تدري ليش؟ النظافه في عقد، انا وزير اعمل عقد مع منو؟ مع شركه نظافه بكم مليون.
طيب حط انت في العقد، من ضمن العقد في حاله ان تصير مخالفه في هذا العقد يفسخ العقد، عدل ولا لا؟ هم قاعد يخالفون يوميا 200,000 300,000 قاعد يخالفون يوميا. وليش ما تفسخ العقد ويا النظافه هذه؟ وينفذون وشغالين. ما ادري ينفذون مخالفات ولا لا، ما ادري عنها. المخالفات هذه ما ندري. توصلكم كتب منها؟ لا مو في اروقه البلدي، في اروقه البلديه هذه. احنا نتكلم عن النظافه. النظافه اللي قاعد يعملون فيها حاليا مو صحيحه. العقود اللي قاعد يعملون فيها مو صحيحه. والدليل على ذلك الورديات السيارات قاعد تفتر المنطقه، تلقاك سياره واحده. ولما تقرا اللائحه اللي عندهم ولا 10 سيارات الصبح، 10 سيارات الظهر، 10 سيارات بالليل، وين هي؟ ما اشوف الا واحده تحوس بمنطقتها. كنت شايفها بعد. اتمنى مدير عام البلديه انه يظهر امام الناس ويتكلم. اتمنى والله في البلديه في رجال، في ناس في مسؤولين في البلديه لو اطلقت يدهم لا فعلوا الافاعيل وانهضوا بالبلد. منهم المنفوحي، عاوني على اسمه الاول، احمد المنفوحي. شاب من اجمل ما يكون، شاب عقليه جباره، الكل يشهد له. يستاهل ابو عبد الله. فيهم والله. هذا الرجل يعني لو اعطي هو وامثاله احمد المنفوحي لا اصبحت تغير حال البلديه، لكن ما يبون يخلونها على طمام المرحوم على ما هي عليه. الان اتمنى يا الاخ احمد الصبيح مدير عام البلديه انك تطلع امام الناس وتجيب. انت مسؤول يعني تساءل. لا تقعد على كرسيك تقول لا والله انا اعلى واكبر من مستوى اني ارد على الناس. لا، انت مجبر انك تظهر امام الناس، مش بس في هذه القناه، يعني في هذه القناه او اختر اي قناه غيرها، لكن تلقى الاتصالات الحقيقيه واسئله الناس الحقيقيه. تكلمنا عن تبي تضيف على الاضافه على اساس ان نعرف ان يعني نعلم الناس اللي حاصل والمواطنين شايفينه. اسطبلات الاحمدي الخيل فروسيه، اسطبلات سبت، نزورهم لابد ان نروح لهم هناك اسطبلات عندهم خيل ويجينا دعوات. اللي داخل الاسطبلات ما في تنظيف، اللي برا في تنظيف. النظافه هذه نجيب لنا دوله برا تنظف لنا يعني. نسال المدير العام ليش ما تنظف لهم؟ قال خلاص ندز لك اول وزير ندز لك مال بلديه المنطقه اللي هو فيها عاد الاسطبل وان شاء الله ينظفون. طيب ينظفون داخل؟ قال لا ما يجوز. ليش؟ شوف المحاسن ما أنا عارف انت تتحدث عن اسطبلات. معنا الان ماجد العنزي مدير اسطبل الجهره. جزاه الله خير، جزاه الله خير. مدير فروسيه الجهره. تكلمت عن اسطبلات خليتني اشبك بكلمه. مدير فروسيه الجهره، حياك الله اخوي ماجد. الله يحييك، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. هلا بالفارس. الله بالخير، يعطيكم العافيه. يا مرحبا يا ماجد. شلونكم؟ طيبين ان شاء الله. الله يرضى لي عليك. تفضل يا ماجد. اول شيء علق لنا، عقب لنا على الكلمه اللي قالها قبل شوي رئيس المجلس البلدي استاذ زيد، انه يعني تنظيف البلديه فقط خارج اسطبلات او خارج سور اسطبلات، سور فروسيه يعني. اي، وداخل ما تقوم بالتنظيف. القرار هذا ينطبق بدايه، انا امسي على اخوي رئيس مجلس البلدي اخوي زيد عايش. القرار هذا فيه خطا من البلديه الرئيسيه ومن وزير البلديه شخصيا. الانديه هذه فيها العديد من الاسطبلات، والاسطبلات هذه يحصل منها رسوم مقابل النظافه عن طريق الكهرباء تحصل البلديه بشكل رسمي. والان صار في شبك ما بين المنازل ما بين البيوت، اللي عنده اسطبل وعنده بيت راح يدفع. مثل نادي الجهره، نادي القادسيه، الساحل يحصل منها رسم 1 دينار. فهذا في لبس عندهم بالموضوع هذا. يفترض ان البلديه تتحمل نظافه الانديه هذه، لان الانديه هذه موجوده داخل حدود البلد مو برا البلد، يعني تابع مثلا. الحين في الوضع الحالي يا اخوي ماجد، في الوضع الحالي من يقوم بتنظيف داخل الاسطبلات؟ ما حد ينظف داخل الاسطبلات. كانت البلديه تنظف اول ووقفت، تقول احنا ما ننظف داخل الانديه. والله مليون سؤال وسؤال لوزير البلديه لمدير عام البلديه. اطلعوا للناس تكلموا، اشرحوا للناس يا مدير البلديه ويا وزير البلديه. انتم مساءلون، انتم مجبرون على الظهور امام الناس في عده ملايين من الاسئله. تفضل اخوي ماجد، انت جاي تتكلم في موضوع دخلناك في موضوع اخر. انا عندي موضوع، الموضوع المهم اللي انا عندي موضوعين. الموضوع الاول موضوع نظافه الانديه، يجب على البلديه انها تتحمل مسؤوليتها. انا كان عندي فرع جمعيه الجهره في فروسيه الجهره، الجمعيه مشكورين حطوا فرع وكنا نحصل منه رسم 700 دينار ندفعها شركه النظافه. دخلت بلديه الجهره وسكرت الفرع عندي، يعني من جانب فرض سيطره سكرت الفرع. ليش ما تدش تبسط نفوذها بالكامل، تسكر الافرع، تسكر البقالات وتنظف؟ ايش معنى يعني من جهه تسكير الفرع مال الجمعيه؟ شنو حجتهم فيه كانوا اخوي ماجد؟ حجتهم انه والله المحل هذا العمال ما عندهم كروت صحه ولا كذي، تحججوا وسكروا.
هذه شغله. طيب الشغلة هذه الثانية- النقطة الثانية. النقطة الثانية، كل اسطبل قاعد يدفع رسم دينار والبلدية تحصله من وزارة الكهرباء بشكل شهري على حسب ما يدفع الاسطبل، فمجبورة البلدية انها تنظف داخل الأندية، وبعدين الله يكرمكم القمامة والزبالة هذه كلها وباء وأمراض يعني تسبب مشاكل للناس. احنا نتمنى من اخواننا في المجلس البلدي واخوي رئيس المجلس البلدي يسمعوا. انا كلنا في سؤال وجيه طرح رئيس المجلس البلدي، اذا توجه للكلام مباشره يسالك اذا كان في حاويات داخل الفروسيه، النادي الفروسيه في حاويات؟ لا والله ما في حاويات. يعني انا والله ما ادري نضحك ولا يعني نبكي. شر البليه ما يضحك يا اخوي ماجد. انا عندي اقتراح لهالحل صراحه، اقتراح بسيط. يتم تعاون ما بين اداره الفروسيه لمخالطه الاسطبلات اللي ترمي خارج القمامه، البلديه او المجلس البلدي يضغطون على شركات النظافه اللي تنظف، ويكون مقابل رسم معين. احنا كاداره نادي ما لنا صلاحيه على الشركه، الشركه مرتبطه ببلديه المنطقه، بلديه المنطقه لها عقوبات جزائيه اذا حتى الشركه الاوليه اللي كانت عندنا بالاسطبلات ما كانت تنظف عدل، لان احنا ما لنا صله يعني صفه قانونيه عليها. هذا كان اقتراحك. شكرا اخوك، شكرا لك اخوي ماجد العنزي قدم اقتراح، وانا اقدم اقتراح ايضا، انه يا مدير عام البلديه يا تشتغلون صح مثل الناس او قدم استقالتك واستريح، او يجب ان تتحمل مسؤولياتك، مسؤوليات منصبك ويا وزير البلديه القادم. لن تكون هناك رحمه لا من الاعلام ولا من البرلمان ولا من الناس، لان الناس خلاص شبعت وفاض كيلها وبلغ السيل الزبا من الفساد، تحديدا فساد البلديه. الاسئله كثيره اخوي، تبي تعقب اخوي زايد على ما قاله؟ والله تبي الصدق، انا بتكلم بشيء واضح. اذا بيشتغلون صح الاخطاء كثيره بالطريقه هذه، لاني بنبه المواطنين عشان يكون في خلفيه عندهم. من ضمن قوانين النظافه ترى ما عمره طبقوها في الكويت، يمكن طبقوها مره واحده. من ضمن الشروط اللي حاطينها في العقد تغسيل الشوارع. عمرك شفت تغسيل شوارع؟ عمرك شفت تغسيل شوارع في الكويت؟ لا والله. شوف تنظيف ومشت. شوارع ما يغسل. دول برا مي نفس الكويت يعني على قد حالها تلقى تغسيل شوارع. النقطة الثانية تكرم الدرامات مالت الزبالة. في قانون كل 6 شهور تغير لونها عشان يعرفون ان الشركة تشتغل صح. لونها حطه تكون درامات لونها اسود، بعد 6 شهور تكون لونها اصفر، عشان يعرفون ان حتى الحاوية ما يغسلونها. من ضمن الشروط. وغرامتها جسيمة بعد. عمرك شفتها؟ عمرك توقفين حاوية ينظفونها يجيبونها؟ الا كنت حاويته و70,000 من هالعمال راكبين فيها السيارة بشكل مقرف. أنا أتمنى أبو فهد إذا تأيدني أن الناس إذا شافوا الحاويات اللي في الشوارع يعني قذارتها وصلت إلى درجة غير معقولة، أن الناس يحملون حاويات ويودونها إلى البلدية. إلى البلدية يعني لازم يجدون لها حل، لأن هذه أمراض وأوبئة، والصحة عندنا بعد عندنا مشاكل في الصحة، فندخل في متاهات. لازم يكون في رقابة صحيحة. الكويت بلا هوية عمرانية، مبانيها ما لها هوية، ما لها لون، ما لها يعني نفس. نعم. من المسؤول عن هذا الأمر؟ المجلس البلدي ليش ما يقدم اقتراحات معينة؟ لا قدمنا عندنا كثير منها، بس ما لومك ابو سلمان من كثر احنا الكلام هذا من 4 سنين قدمنا ان يكون على الاقل الشكل اللي دارج في مثل الدول الاخرى ان يكون المبنى موحد، يعني مثل الجامعه الواجهه لها منظر، الواجهه دائما لها منظر. احنا عندنا هنا معدوم الشيء هذا، تكلمنا اكثر من مره، قلنا يا اخوان في اقتراح قدمه يمكن من الاعضاء السابقين، يا اخوان نبي الواجهه على الاقل يهتمون في الواجهه، الواجهه لها دور في البناء، ولكن ما نشوف القرارات هذه تروح والاقتراحات. وين تروح الاقتراحات هذه تدرسها؟ وين تروح؟ تروح بدراج البلديه؟ يعني انا بقول لك حادثه تضحك منها للصبح. العام يوم كنت قبل لا اصير رئيس مجلس بلدي كنت عضو مجلس بلدي. في عندنا جسر صناعيه نسميها احنا جسر صناعيه تحتها اشاره. ودائما حوادث، دائما حوادث، توفى منهم يمكن عائله الزعبي كان بالداخليه، توفى ناس كثير منها. والاشاره هذه شنو؟ الجسر جاي مسكر وطالع من الشركه دوامات العصر. فيكون دوار دائما يكون هندي سارح ولا من هالناس اللي سارح بالاشاره وتصير حوادث. كنا نحط الدوار امن شوي. قدمته شهر 9. اي سنه؟ 2006 يمكن او 2007. قدمته شهر 9.
بعد 3 شهور جاني الرد. توقع شنو الرد؟ عشان اعلمك ان في لا اصلا مو حاطينهم بال حتى. بعد 3 شهور جاء الرد قال لي نسال اخونا الفاضل عضو مجلس البلديه اين تقع الاشاره؟ يلا. ما اعطيتهم الكروكي والمخطط؟ يا رجل عندك يا اخي لو دق على تاكسي دل السؤال اللي يطرح نفسه يعني بعد 3 شهور رغم كل هذه الصلاحيات المنزوعه، المجلس البلدي كما قلنا بلا مخالب ولا نياب، ويبدو انه بلا اذرع اساسا، يمشي بدون اذرع مثل الله البطريق. يعيننا عليه. ليش الناس يترشحون؟ عندكم الان يعني كرسي شاغر اللي هو كرسي نائب شائع نعم. في انتخابات تكميليه، ولا حد يدري اساسا عن الانتخابات هذه ولا يتابعها. لو كان في المجلس الامه كان قامت القيامه. ليش الناس يترشحون؟ لا ليش ما شنو يتابعون؟ لا المكاسب؟ سؤال، انت قلت سؤال الحين وجه، ليش ما يتابعون الناس؟ تدري ليش؟ لانه ما له صلاحيات على كلامك. ما له صلاحيات. وبعدين قالوا يا مجلس البلدي نبيك عون، لقوا المجلس البلدي انهم همشينه اعضاء مجلس الامه. هو اللي يبيعون. اعضاء مجلس الامه هم يهوشوه المرافق، يعني بلا مجامله وشفافيه. اذا المرافق حاليا والاعضاء الصحيح اللي موجودين حاليا يبون نصره البلدي، فجزاك الله خير استشهدوا بزميلكم الطبطبائي انه يعيد حق المجلس البلدي. والمجلس البلدي قبل الامه مؤسسه عريقه قبل الامه، ترى المجلس البلدي ما يصير لك بعد تنظر نظره بعد جميل. السؤال ينظر نظره يصير محافظات بعد. السؤال قبل ان نختم، ليش الواحد يترشح لمجلس البلدي اذا كان المجلس البلدي بهذه الصوره؟ شو المكاسب؟ خليك شفاف ويانا. أنا هذا السؤال. انا نزلت المجلس البلدي باول مره، وكنت احاول اني اغير القانون بعد ما شفناه، ما توقعت كذي. كنا على الاقل يمكن امور نشرع فيها تلقى لها صدى عند الوزير، ويمكن الوزير كنا احنا في اثناء الوقت معانا كان شفافي معانا ويقدر، ولما يصير عنده موضوع صعب يقعد يحط له لجنه. هاي ترى مهمه مع المواطنين، يقعد معاهم مثل سواق القرين وغيره. شو اللي صاير عندكم؟ علموني. ما في احد يجاوب على الناس، هاي البشر شو يرد لهم العضو؟ جاوبت بذكاء، استطعت ان يعني تهرب من السؤال. لا ما اهرب من السؤال. شنو مكاسب العضو البلدي؟ يعني من الاخر احنا انتم كمسؤولين وحنا ما يعني نطالبكم بمعرفه التفاصيل. اول شيء سياراتكم شنو هي؟ سيارتنا بي ام. بي ام مثل المجلس الامه اعتقد المجلس لا كانوا يعطونا هونداي بس رفضنا. زين ما اعطونكم كارو هذه على قولة زين. الرواتب كم؟ يمكن هذه الاسباب. لا ما شغل رواتب عاديه نفس رواتب مجلس الامه. عندنا كانت العضو الله يذكره بالخير الشيخ حطنا بالصوره الرواتب كم كعضو مجلس البلدي؟ عضو 1800. 1800 هو وكيل وزاره متقاعد وجاي عضو مجلس البلدي كان معانا معاش 2200. ما شغل معاش. يعني ليش هذا القتال؟ يعني قصدك جاي عشان المعاش؟ لا يعني شو المميزات؟ البلدي في ناس يمكن المنطقه يثقون في الشخص هذا انه يطلع يغير. لا يلف على الناس يا ابو فهد ويتعب. ليش؟ والله اللي انا اعرف ان رجل ودي يخدم البلد، ما شغل غير هذا. شو مشكلته يعني؟ والناس شايفين النظره الطيبه. أنا بعطيك دقيقتين تقول فيها اللي تقوله قبل لا نختم أبو فهد، لأن كنا نسألك الآن أنت قول اللي في خاطرك. تبي تعبر عن اللي في خاطرك، تبي تقول المشاكل اللي مر عليكم في المجلس البلدي. عندك الوقت أمامك. المجلس البلدي أولا أشكرك أخوي أبو سلمان على المحادثة. المجلس البلدي لازم أنه يعطي العضو حقه رقابيا وتشريعيا وماليا وإداريا. لازم. أنا صارت عندي مسؤولية موظفين، صارت في سحب من جلسة سحبنا وسب الوزير. موظف في البلديه عندي يكتب لك ابي مدير، تنزل وزير يعطيك مدير، في امين عام، في مساعد، في رئيس البلديه. شنو؟ يعني شو هالتهميش هذا؟ شو تحط مدير اصلا ما مسوي تسكين في البلديه لحد الان؟ يعني في امور مهمش المجلس البلدي فيها. الناس ما لومهم، وانا مع الناس لما رئيس مجلس البلدي بعضهم مو عارف شنو في لب الموضوع في القانون 5/2005. ما يدرون ان الاعضاء هذول مو ردايه بيض وجيههم. واقول في ظل هذا القانون يعني جزاهم الله خير قاموا في مشاريع دراستها، لكن في نقطه مهمه واتمنى من اعضاء مجلس الامه ينتبهوا لها. التنميه اللي قاعد يطالبون فيها من زمان والمشاريع راح تجينا، لا تهمشون دور المجلس البلدي، خليه يشارك معاكم في ما شاركتوا معاهم؟ ما دعونا حتى، مع ان عندنا التنميه ما دعوكم ولا دعونا ولا مره، وهذا خطر. هذه خاتمتها، هذه ختامها مسك. ما انا قاعد اقول لك يا ابو فهد، يعني الحديث عن المجلس البلدي يبدو انه مبكي. المجلس البلدي اختاروا الناس مثل ما قلت يبون عون، طلع هو اللي يحتاج الفشل. لا راح نطالب اعضاء مجلس الامه وراح نتكلم فيها، واذا ما انصفونا مجلس الامه راح ننزل الشارع. انا صريح معكم.
اذا انصفنا مجلس الامه الحالي راح ننزل الشارع. اذا صحيح. الف شكر لك رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي، وبلسان رئيس المجلس البلدي يحذر اذا لم ينصفنا مجلس الامه سننزل الى الشارع لتعديل القانون. تعديل القانون بس 5 على 2005. هذه بلسان صرخة حزن من رئيس المجلس البلدي. نقول ونكرر، وزير البلدية أمامك فترة معينة قبل أن تكون ملزما بالظهور مع الناس على الشاشات لتجيب عن أسئلة الناس. مدير عام البلدية أنت أصبح لك يعني صار سنوات وسنوات وأنت مدير عام البلدية، أنت ملزم أيضا بالظهور مع الناس على الهواء مباشرة مع القنوات والإجابة على أسئلة الناس. الكويت تعج بالفساد، مليئة بالفساد. البلدية هي الفساد المركز. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة يوم الاثنين القادم. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، وهذا محمد الوشيحي يحييكم في أمان الله.